هلو جايز، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه وسعاده، وصباح النشاط وصباح الحيويه وصباح الحب وصباح التفاؤل وصباح الطاقه الايجابيه. صباح الطاقه الايجابيه. المهم، انا المحتوى ديالي ماشي هو روتينات ديال القناه، ماشي هو سميتو، ولكن مره خاصنا حتى حنايا نوريكم الحداقه ديالنا والشطاره ديالنا. المهم، اليوم الحد ما كاين حد، وحنايا عندنا السبت والحد ممنوع الخروج، ممنوع التجول، ممنوع حتى شي حاجه. فاستغليت الفرصه، قلت نصور لكم فيديو ونجمع الدار وداك الشيء. المهم، غادي نرطب الغرفه ديالي. كيف شفتوا راه حيت داك اللحاف اللي كان حيت الصراحه بالنسبه للحافات او الغطاء ديال الوسايد خاصو يتشونجا من 3 ايام ل 3 ايام، ولا من سيمانه لسيمانه، نورمالمون من 3 ايام ل 3 ايام. حينتاش تيشد العراق، تيشد. المهم، الانسان راه فاش كينعس راه تيشد العراق، كيشد الريحه ديال الشعر، كيشد بزاف ديال الحوايج. فمن الاحسن يتبدل باش تكون الريحه زوينه، يتصبن باش تكون ريحه زوينه في الغرفه، وتكون ريحه زوينه في الفرش ديالكم. وهذا الشيء اللي غادي ندير دابا، انا غنشونجيهم وغنمشي نحط هذا كيتصبن، وغندير واحد جديد. فخاص يكون عندكم ديجا، يكون عندكم جوج ولا 3 حطيات. انا بالنسبه لي عندي واحد اللي عندي كنبقى كنشونجي به، وهذاك اللي حيت دابا حتى هو ديالي. المهم، غنصبنو بين ما يتوسخ عاوتاني هذا ونرد هذاك. مول الدار حط لي حتى هو واحد، ولكن انا ما كنستخدمش نهائيا ديال الديور ديال الكرا، ما كنستخدمش الفراش ديالهم نهائيا، يعني نتغطى به ولا شي حاجه، لا كنستخدم ديالي. المهم، ما عليناش. فها نتوما كتشوفوا كندخل اللحاف في هذا، كنلحف به الغطاء، وغنفرش الناموسيه. فالناموسيه ملي تكونوا كتفرشوها خاص هاد اش كيقولوا ليه الغطاء، خاص يكون من القنت حتى القنت، ما عرفتش كيفاش كتقول ليه ماما، من القنت حتى القنت يكون مقاد. شفتو؟ خاصو يكون مقاد القنت مع القنت. اللي كنقاد فيه عرفتي، كنقاد وكنتفكر ماما ملي كتقول لي القنت خاصو يكون مع القنت، القنت خاصو يكون مقاد مع القنت. المهم، وصافي هذا الشيء اللي كاين. المهم، غندير معكم واحد الروتين خفيف ظريف، الغرفه اللي كنعس فيها وشويه الصالون. من بعد غنمشي نوجد معكم الكبسه يا لا على حقها وطريقها. شوفوا هنايا كنجمع الحوايج الموسخين حاشاكم كنديرهم في هذه اللعيبه. غندير حتى ليزور اللي حيت حتى هما غنديرهم هنايا، وغنديهم البلاصه اللي كنصبن فيها اللي هي الحمام. صافي، غنضرب هنايا واحد المسيحه خفيفه ظريفه، وغنجمع الزربيه. وهانتوما معايا غنجمع الزربيه، غنديها حيت اليوم كاينه شويه الشميشه، غنخرجها تشمش، وغنضربها ليها بواحد لاسبيراتور، وغنضربها للبيت بواحد التجفيفه. المهم، هانتوما معايا. صافي، هنايا جيت للصالون من بعد حتى هو ما ضربتها ليه بواحد التجفيفه. فرشت الزربيه، درت ليها، غندير ليها دابا لاسبيراتور، ونمسح الطبيلات. انا ما بغيتش نوريكم يعني كلشي داكشي اللي كندير باش ما يجيكمش الفيديو طويل، حيت ديجا غندير الكبسه فغيجيكم الفيديو طويل. ما بغيتوش اني يجيكم طويل باش ما تحسوش بالملل، وباش تفرجوا ان شاء الله في الفيديو من الاول حتى الاخر. هنايا قلت لكم غندير لاسبيراتور حتى هي. وهنا عندي جوج شيفونات، واحد كنستخدمو الميده علاش كناكل، واحد كنستخدمو الميده ديال الطبله ديال التلفازه. ودوك الطبيلات الصغار الا كتشوفوهم تماك، دوك الطبيلات الصغار هادوك البنات، دوك الطبيلات الصغار دوك الثلاثه انا طالباهم من تريندير. بالنسبه للبنات اللي كاينين في تركيا غيعرفوا شنو هو تريندير، واحد السيت كتشري فيه اللي بغيتي على ما حليتي فمك باثمنه جد رخيصه. ما نعاودش لكم على هاد السيت،
راه ديجا انا مكومونديه فيه شي حويجات للدار، فاش غيوصلوني ان شاء الله غنتشاركهم معكم. عرفتي خطير خطير عندهم داكشي خطير. كومونديت فيه زريبيات، كومونديت فيه لامبات للدار. المهم الدار ان شاء الله غندير لها شي ديكورات رائعين. ايوا هنايا لاله مولاتي عاودت رجعت للغرفه ديالي، رجعت الزربيه لبلاصتها. هانتوما كتشوفوا كلشي مقاد بلاصتو. فهنايا بالنسبه لهاد الكوافوز غنبدل كلشي اللي كاين من فوق الكوافوز. صراحه المكياج ما جانيش زوين هنايا، وبغيت نخلي نيت الكوافوز شي شويه المهم يبقى هكذا، كندير فيه غير الاشياء اللي غنكون محتاجاها كي بحال الكريمات والعطور فقط. بالنسبه لهذا المرطب ديال البلاستيك غنحيدو من هنايا وغنديه في الحمام احسن، حيت هنا ما تواتاش ليا نهائيا من فوق الكوافوز. داكشي على شفتو هاني جبتو للطواليت كيف كتشوفوا. من الاحسن هنايا انا جاتني بلاصه زوينه احسن من من الغرفه فاش كنعس. المهم غنمسح هنايا المكياج هو الاول، من بعد غادي نستفو. شفتو جيت نستفو صدقت معكره انا عكرت فمي. المهم يعني هنايا استفت المكياج ديالي في هذا المرتب الصغير. صراحه عجيب هذا المرتب، كيهز لك كلشي تيهزو لك هذاك المرتب الصغير. وصافي وحطيت داكشي اللي كنحتاج كي بحال لي كوماج، كي بحال دونتيفريس، بامبوش، اي حاجه كنحتاجها حطيتها هنايا علين ما يوصلني. حيتاش بغيت ناخذ واحد المرتب يكون كبير غادي نديرو هنايا في الطواليت ان شاء الله. حتى هو كنتسناه يوصل من ترينديول. كنت كنقول ايكيا ساعه ايكيا فيها اثمنه شي شويه طالعين، فمن الاحسن ناخذ من ترينديول اثمنه جد رخيصه، يعني 76 درهم غتجيب لك مرتب كبير. غتحطي فيه فيطات، غتحطي فيه شميعات، غتحطي فيه لي غوماج ديالك كلشي. المهم غنوريكم المكان اللي غندير فيه مرتب. هو هنا ديجا عندي لاسباس من الباب حتى لا ماشينه لافي. عندي واحد لاسباس كبير يعني هانتوما كيف كتشوفوا. غنحط فيه هذاك المرتب، هو اللي غيشد ليا، هو اللي غيجمع ليا يعني كاع الروايين. غنحط فيه فيطات صغار باش نمسح وجهي ويدي وداك الشيء، وغنحط فيه شميعات. المهم نتوما ان شاء الله فاش انا غندير هذا الشيء كامل اكيد غنصور لكم باش حتى نتوما بغيتوا تستافدوا من شي حاجه ان شاء الله فراكم غادي تستافدوا معايا. فهنايا كيف قلت لكم خليته هنايا غير هذا الشيء اللي حاطه هنايا غير مؤقت، ولكن المكياج غنخليه تماك. انا بنت ليا هنايا مناسب. نسيت انساك، حوالي كل الناس وبالي معاك. نسيت انساك وكأني لسه عايش عشان فكرك حبيبي. مهما رحت بعيد معك دايما، وبعمل نسياوي ما. المهم البنات دابا جيتكم معايا للكوزينه، جيتكم معايا للمطبخ باش نوجدوا ان شاء الله الكبسه كيف قلت لكم بطريقه جد سهله، ولكن هي كتبان لكم بلي سهله وكلشي، ولكن عندها دي تكنيك اللي خاصك تتبعيهم. الا ما تبعتيهمش ما كتصدقش لك نهائيا. اشنو هما هاد لي تكنيك؟ اصلا الرز خاصو يكون ضروري يكون ديال بسمتي، لا مارك بسمتي. هذا هو الرز الخاص بالكبسه. يكتب عليك شي واحد اللي يقول لك شي رز اخر، مثلا الرز العادي ولا الرز كلاصي، لا ضروري من رز بسمتي. واخا غالي داير الثمن ديالو واقيلا 30 درهم للكيلو ولا ما عرفتش سميتو. المهم فضروري ما تستعملوه هو. الا ما درتوش هو مستحيل تصدق لكم الكبسه. وكاين الوقت مهم، الوقت حتى هو مهم. واشنو مازال؟ والماء، حتى الماء فاش تديروه حتى هو مهم. ما خاصكمش ديروا بزاف وما خاصكمش ديروا شويه، خاصكم ديروا على حساب شحال عندكم الكميه ديال الرز باش يجيكم الرز طويل وتجيكم لاصوص شي شويه ناشفه، ما تجيكمش دايره بزاف. المهم خليكم مع الفيديو باش تشوفوا الطريقه ديالي سهله مهله وغتنجح معكم 100%.
بسم الله على بركه الله. هنايا عندي النص ديال الدجاجه انا اكسبري خليتها كي بحال هكا. فانتم الا كنتو كتار فتقدروا ديروا دجاجه كبيره، ديروا جوج. المهم انا كاينه بوحدي ندير فيها حتى يومين ماشي مشكل. عندي هنايا مطيشه كبيره محكوكه، طماطم محكوكه، عندي هنايا حبه بصل مشلضه مقطعه لهذا الشكل. بالنسبه للعطريه اللي هي البهارات، عندي معلقه كبيره معلقه صغيره ديال القزبر حبوب، معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود اللي هو البزار، عندي فلفل احمر اللي هو التحميره، عندي الثوم جوج حبات، عندي القرنفل، عندي واحد العود ديال القرفه، عندي ورق الغار اللي هو ورق سيدنا موسى، جوج معالق بهارات ديال الكبسه العطريه اللي خاصه بالكبسه، ومعلقه صغيره ديال الملح، وعندي هنا الرز بسمتي غندير جوج ديال الكيسان. مقيله صغيره نديرو شويه ديال الزيت، من بعد كنرميو عليه البصل وكنزيدوا عليه الثوم فقط. البصل والثوم فقط كنخليهم واحد 5 دقائق حتى كيطلقوا ديك الرويحه ديالهم. من بعد كنزيدوا عليهم الدجاج. هانتوما صافي من بعد ما كنحطوا الدجاج شي شويه يتشحر كنزيدوا عليه العطريه كاملها، البهارات كاملين في دقه واحده كنحطوهم. فمن الاحسن الى عندكم الهيل اللي هو قعقله، حنا كنقولوا ليه في المغرب قعقله، حتى هو زيدوه. انا ما عنديش الهيل. وبالنسبه للبهارات ديال الكبسه فراهما كافيين، كتكون فيهم الهيل كتكون فيهم القرفه، ولكن من الاحسن تزيدوا الهيل. فبالنسبه للبهارات راه كاين بهارات كبسه خاصين بالدجاج وبهارات كبسه خاصين باللحم. انا خديت اللي خاصين بالدجاج طبعا لاني غنطيب الدجاج. هانتوما كتشوفوا القرفه، كاين اللي غتجيه بيزار القرفه مع الدجاج. شوفوا قسمتها عليه جوج باش يلا تدير. نحطها في كل قنيط نحط وحيده وصافي. فهنايا غادي نجيو لمرحله الرز. بالنسبه للرز فهو اهم مرحله في الكبسه. هانتوما كتشوفوا غادي نغسلو. فانا غندير جوج ديال الكؤوس، ضروري حتى العبار، بحال مثلا كنتي شخص واحد ولا شخصين ولا ثلاثه كتدير على حساب. يعني مثلا الا كنتي شخص واحد كدير جوج كيسان، حتى الا شاط كتخليه في الثلاجه. وإلا كنتو مثلا 6 اشخاص كديروا 6 كؤوس 7 كؤوس، المهم بحال هكا. فكتغسلوه مزيان وكتنشفوه. علاش كيتغسل اكثر من 3 مرات، كيتغسل ويتعاودي تغسل ويتعاودي تغسل حتى كتشوفوا كاع ديك البيوضيه تصفات، يعني طلعت الفوق ديك النشا طلعت. حيت الا طيبتوه وباقي فيه ديك النشا تيتعصد وما كيوليش طويل، ما كيبقاش زعما كاينه طويل كي بحال هكا، حيت هذا الحب كيتكاطر وكيطول. هانتوما كتشوفوا كاع الاوساخ حاشاكم وكاع سميتو والنشويات اللي كاينه في الرز فراه هي طلعت. المهم غنبقى كندير هذه المرحله حتى يولي هذا الماء صفا بحال هكذا. هانتوما كتشوفوا الماء ولا صافي. فهنايا كنخليوه في المانيت هكا واحد 10 دقائق وكنعاودو نصفوه. من بعد كنضيفوه على لاصوص اللي ديجا كتكون وجدات عندنا، وكنكونوا درنا الدجاج في الفرن. فهنا كنضيفوا ديك حبه الطماطم اللي حطينا في الاول، كنضيفوها مع لاصوص، كنخليوها طيب واحد شويه، وكنكونوا درنا الماء يسخن في مقراش اولا في كاسرونه ولا في بريق، المهم اللي عندكم كتسخنوا فيه الماء، خاص الماء يكون طايب. صافي هنا كتسناو كيتشحر الدجاج مع هاد المكونات كاملين. من بعد كتضيفوا عليه الماء فاش يطيب. صافي هنا من بعد ما تشحر كنضيفوا الماء فاش يطيب الدجاج، ماشي بزاف، كتضيفوا غير شويه حيت مازال غادي نضيف الماء فاش يطيب الرز ديال الرز، المهم الرز ديال الكبسه. فهنا هانتوما كتشوفوا نديرو غير شي شويه ديال الماء. هذا راه ماشي حريق، انت كتسحب لكم حريق، راه غير العطريه اللي لصقات ليا في الدجاج، البهارات اللي لصقوا في الدجاج. صافي هنا كنغطيو الطنجره ديالنا وكنخليوها تشحر. المهم كنخليو الدجاج يطيب على حقه وطريقه. بالنسبه للدجاجه البنات ماشي يطيب بزاف، حيت مازال انا غنعاود نهزها نص الدجاجه ونحمرها في الفران، يعني ما تخليوش يطيب حتى يتفرتت، غير شي شويه وحيدوه. كنجيو هنايا كنهزو واحد المعلقه كبيره ديال معجون الطماطم، كنديروها معجون الطماطم هو حك مطيشه بالمغربيه، كنديروه في واحد الاناء كنضيفوا عليه الماء دافئ او ساخن، المهم ما كيأثرش. كنبقاو كنخلطو كي بحال هذا الشكل. من بعد كنضيفوها على المرق اللي عندنا ديال اللي كيطيب فيه الدجاج. صافي اول حاجه
قبل ما نضيفوها كنكونوا اوريدي هزينا الدجاج ودخلناه للفرن. هانتوما تشوفوا غندهن واحد الصينيه ديال الفرن، غندهنها شويه بالزيت، غنحط عليها نصيص ديال الدجاجه وصافي. غادي ندخلها للفرن. عينكم ميزانكم بالنسبه للفرن، ما تخليوش بزاف، يعني ما ديروش درجه حراره تكون كثيره. المهم فهنايا كيف قلت لكم غنضيف حك الطماطم. من بعد ما هزيت الدجاج كنضيف حك الطماطم معجون الطماطم ويلي على العربيه فصحى كتاكل الدق. كنبقاو كنخلطوا كي بحال هكا. وواحد المساله خاصكم تنتبهوا ليها، الا حطيتوا الرز ممنوع تخلطوا، حيت الرز ديال الكبسه ما خصوش يجي معجن كي بحال الرز العصيده ولا بحال المهم الرز ديال لي سالاد وداكشي، لا ما خصوش يتعصد نهائيا ولا غلطه، خاصو يجي طويل. يعني باش كتعرف الكبسه نجحات لك بحال المطاعم خاصو يجيك طويل، الرز يجي طويل ما مقسمش. صافي هنايا هذه هي المرحله الصعبه. كنضيفوا الرز. البنات فاش تبغيو تضيفوا الرز ديالكم فوق المرق خاص يكون العبار ديال الماء، يعني العبار ديال لاصوص ديالكم خاصو يكون 1 سنتيم ولا يعني اكثر شيء 2 سنتيمتر من فوق الماء، من فوق لاصوص. يعني الرز خاصو يجي متوازن. فهنايا كنخلط غير في الاول، من بعد ما تخلطوش نهائيا. غتشوفوني خلطت غير دابا. من بعد ما تخلطوش نهائيا خليوها طيب على خاطرها، وما تعريوش عليها، ما تعريوش على الرز، حيت الرز كيطيب غير بداك البخار. خليوه لمده، علاش قلت لكم الوقت المهم، لمده 10 دقائق حتى ل 11 دقيقه او ماكسيم، يعني حتى ل 11 دقيقه فقط. والماء يكون طالع من فوق الرز ب2 سنتيمتر. فهنايا بالنسبه للوقت غنخليها 11 دقيقه ولا سميتو. وبالنسبه لدرجه الحراره، درجه زعما كاينه شنو سميتها اعوذ بالله، درجه الحراره ديال النار ما تكونش مرتفعه وما تكونش، المهم تكون متوسطه وما تطلوش عليها نهائيا. وها هي وجدات. شفتوا الرز كيفاش كيجي طويل 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 اهم حاجه هي الرز يجيك طويل وصافي. فهنايا غنضيفوا الدجاج وغنقدموها. ها انتم كيف كتشوفوا ما شاء الله جات كي بحالها كي بحال ديال المطاعم واحسن من المطاعم. انا كنشكر راسي، جات احسن من المطاعم. اهم حاجه كيف كنقول لكم هو الرز اذا جاك طويل فهذاك هو الاهم. حيتاش انا فاش يلاه بديت كنتعلم ليها كان كيجيني معصاد وكنقول او علاش كيجيني معصد، علاش ما كتصدقش ليا، علاش هادي واش المشكل من الرز، واش المشكل؟ عاد باش عرفت المشكل من الوقت والمشكل من الماء. خاص الماء يكون متوازن، ما يكونش كتير وما يكونش قليل. كيف قلت لكم فاش تبغيو تحطوا الرز ضروري 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 الماء يكون طالع شي شويه على الرز ب2 سنتيمتر، يعني اكثر شيء هو 2 سنتيمتر. المهم كنتمنى انكم تجربوها باش تعرفوني علاش كنهضروا. كنتمنى انها تعجبكم. شوفوا انا راه كنرافقها بالثومه بالمخلل وشويه ديال بقى لي شويه من هذاك الحرور سبايسي. المهم كنتمنى انها تعجبكم. الى عجبتكم اكيد خليوا لي لايك وبسلام.